بهالمرحلة السعيدة هي كل اللي عليكم تعملوه تاخدوا قطعة التشروز وتغطسوها بالشوكولا نفس اللي مشبك بس دارس برا، وبعد هيك صحتين والف هنا. اجاكم ضيف الغفلة وبدكم ضيافة ال10 دقايق، تفضلوا مع بعض لنشوف التفاصيل كاملة للتشروز الاسباني كيف بينعمل. تفضلوا لنشوف. على كاسة مي بدنا معلقتين من الزبدة، وبدنا فوقيهم معلقة كبيرة من السكر، وبدنا تقريبا شي ربع معلقة ملح، وبدنا كمان معهم كاسة كاملة من الطحين. ويلي رح نعمله رح نشغل الغاز عليهم ونبلش نطبخهم مع بعض لحتى يشدوا على بعض ويصيروا عجينة روح واحدة. شايفين هذا هو قوام العجينة يلي رح نوصل له بالنهاية. وهلا اللي رح نعمله رح ناخدها نفردها بأي وعاء بتحبوه. أنا بفضل إنه ما تفردوها بإزاز شوي رح تلبككم، بس نضيف لها باقي المكونات تبعها. لهيك فردوها بألمنيوم، فردوها بطنجرة تانية بس لبين ما تبرد، وبعد هيك بنشوف اللي بدنا نشتغله مع بعض. رح انزل بحبة بيض كاملة فوقيهم بعد ما بردوا كتير منيح. هي النقطة بدكم تتأكدوا منها، إذا ما بردوا ما بتحسنوا تنزلوا البيض فوقيه. وهلا رح آخذ كمان شوية فانيليا سائلة فوقيهم، وهلا بندعكم بنرجع مع بعض. اول شيء رح تلاقوها بلشت تفرط العجينه، بعدين رح تلاقوها رجعت لمت على بعضها. عجينتنا هيك صارت جاهزه. بهذا الوقت رح ناخذ كيس حلواني او اي كيس موجود عندكم، وبدنا ننزل العجينه فيه، ورح نمشي خطوه بخطوه باللي بدنا نعمله. شفت ورق زبده بس بدها تكون مبحبحه شوي بهذا القياس. وهلا اللي بدنا نعمله بدنا نبلش نصب الاصابع على ورق الزبده بهذا الحجم او حسب الحجم اللي بدكم اياه انتم. هذا الحجم بعتقد ممتاز. وهلا قصه. وهلا بالمقص. رح نركب الزيت على الغاز وبدنا اياه يحمى لبين ما نقص ورق الزبده. كل قطعه بقطعتها لازم تنزل على الزيت وهي ورقه الزبده تبعها، كل حبه بحبتها وهي على ورق الزبده. رح ناخدها ونمشي فيها على الغاز وننزلها بالزيت. الزيت لازم تكون درجه حرارته تقريبا شي 180 درجه، وبس نزلناها بالزيت حننزلها من على ورقه الزبده ونستناها لحتى تنقلى وتاخذ لون ذهبي. هذا هو فعليا اللون الذهبي اللي بدنا اياه. وهلا بنحطهم بالصحن. طبعا وقت الجد اكيد ما رح تقلوهم وحده بوحده، رح تحطوا اكثر من حبه بنفس الوجبه وتنطروا عليهم شغله دقيقه واحده مو اكثر من هيك لبين ما يستووا من برا ومن جوا. طبعا هذا هو اللون الصحيح للشروز الاسباني، مثل ما شايفين هيك لون قالب على ذهبي مغمق شوي. طبعا النار لازم تكون ما كتير قويه، لانه اذا كانت قويه رح تاخذ لون من برا بس من جوا ما رح تستوي. بدها تكون نار هاديه لحتى تاخذوا القرشه من برا وتكون مستويه من جوا. بعد ما خلصنا قلي رح ناخذ كاسه من السكر العادي، ورح ناخذ فوقها معلقه من القرفه الناعمه او القرفه المطحونه، وبدنا نحركهم مع بعض كتير منيح. وهلا اللي بدنا نعمله بدنا نبلش ناخذ قطع الشروز عنا وننزلها بالسكر، وبدنا نضمن انه تاخذ سكر قد ما فيها. طبعا لهون نحن لسه ما خلصنا شغلنا بهالاكله العظيمه هي، لساتنا بمراحل الشغل. بعد ما تعشقوا بالقرفه والسكر بس هيك نفضه خفيفه وعلى صحن التقديم. بامكانكم كطريقه تقديم تانية بكاسه بهذا الشكل كمان لشخص، وبهيك طبقنا لليوم بيكون صار جاهز. طبعا التشروز بيتقدم مع شوكولا، ولهذا السبب رح نحط فوق هاد اللون هيك رشة خفيفة من الشوكولا لحتى فورا اللي بده ياكلها يفوت فوته. هي كانت التفاصيل كاملة للتشروز الإسباني كيف بينعمل. بتمنى منكم تجربوا هالطبق وتعطوني رأيكم فيه، وصحتين وألف هنا سلف. سلام.